قطعة برضو من الجفتون. زي ما احنا شايفين اهوت من قريب بقى الكافيهات الخشب والبوص في الجبل عشان تشوف منظر البحر من فوق وتقعد تتفرج على المناظر الجميله. طبعا يعني منظر جميل. هنطلع دلوقتي ونوريه لكم. وهنا اللي مش عاوز يطلع فوق عايز يقعد برضو في اماكن بوص اهي اللي عاوز يقعد كده قريب من البحر ويستمتع بالبحر. برضو منظر ممتع. وده الشاطئ بتاع الجزيره والميه الفيروزيه الجميله او زي ما احنا شايفين دي برجولة بوص. برجولة بوص اهو. ده الجماعة دول اصحابي غيرنا خالص، يعني من الطبيعة كده والى الطبيعة. وعلى ذكر سيرة الطبيعة بصراحة الرمل والمية مش عايز اقول لكم كانوا تحفة. الرملة كأنك في الساحل الشمالي والمية في اعلى مكان في جزيرة اورنج زي ما انتم شايفين كده. زي برجولات خشبية جميلة بتحط عليها طبعا الكاكايات دلوقتي يا أصدقائنا احنا في أعلى مكان. خليكم معنا لسه في حاجات كتير. هي الجزيرة أصحابي كانت خيال، حتة من الجنة تحس إنك أنت مش عايز تمشي منها خالص. ومناظرها جميلة وخلابة طبعا تصلح للتصوير. اما الرحلة البحرية اصحابي من اجمل الحاجات اللي ممكن تمارسها لما تيجي الغردقة، لانها بتصفي الذهن بهواها المنعش وشمسها الجميلة. فعلا بتنسى كل همومك. وكان من ضمن الاوبشنات اللي خدناها في الرحلة السجادة دي، السجادة الجميلة لانش حلو كده بتركب انت واليخت زي ما احنا شايفين كده. ولما لقيت ان الموضوع هياخد وقت فضلت ان انا كالعادة انزل المية واتعامل في المية اسهل لي واحسن لي وافضل لي. بصراحة رحلة المائية ورحلة جزيرة اورنج من اجمل الرحلات اللي تطلعها في حياتك. اتمنى منكم ان انتوا